المنتوجات البحرية التي تلقى الإقبال المتزايد خلال شهر رمضان المبارك، لكن أسعارها تظل مرتفعة بالمقارنة مع الأشهر العادية. المهنيون وبائعو السمك يرجعون الأسباب إلى ارتفاع وتيرة الاستهلاك وتقلص المخزون السمكي. من مهدية بالقنيطرة نتابع روبورتاج حسن طباعي وسمير بركة. عبر جولة لك بسوق السمك بالمهدية يتبين لك ندرة الأسماك المعروضة للبيع وارتفاع أسعارها، خاصة وأن الشهر الفضيل يشهد تزايد الإقبال على الأسماك. المسكين والدرويش دائما في شهر رمضان كرد الحر ديالو إلا على السمك والأنواع ديالو، ولكن دابا ملي كتدخل المارشي فعلا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، زعما القوة الشرائية مرتفعة وكاين بنادم اللي كيسول يخرج في حالته. السرديل دابا واصل فوق 30 درهم اللي ما عمرها وصلت. رمضان دائما الأثمنة كتكون طالعة شوية، وهذا الشيء تيرجع الشيء اللي يعني القدرة ديال المواطن شوية كتكون ما كتمكنش باش الإنسان زعما يتقدى هادشي ديال الحوت. بائع السمك يرجعون الوضعية إلى تزايد الطلب خلال هذه الفترة من السنة. كل ما طلع ديال شهر رمضان تيكثر الإقبال على الحوت وتيبغيو الناس الشهوات ديال الحوت ضروري تكون في الطابله، تيكون واحد الاقبال والسلعه قليله. هذا في المشكل اللي تيكون الثمن ارتفع في هذا الشهر الكريم. الدخول ديال الصيف كتكون الاسماك قليله، اكثر الكروفيط والميرنا والصول. بحال دابا الصول الكروفيط اليوم 1600 درهم، 2600 درهم الصندوق، 2600 درهم قسم على 15 كيلو، يعني رقم طايح 160 درهم 165 درهم. المهنيون بدورهم يرجعون قلة الأسماك إلى عوامل ترتبط بمشكل الاستنزاف وتقلص المخزون السمكي. الطلب اللي على الأسماك وكذلك على المنتوجات البحرية، وكذلك ناتج عن قلته بالنسبة للجل على الصعيد الوطني، وهذا كله تؤدي بنا أو يدق ناقوس الخطر بالنسبة لهذه الشريحة ديال الصيد البحري. تدبير الموارد السمكية والمحافظة عليها يظل من ضمن الأولويات التي يحرص عليها مخطط اليوتيس ضمن مقاربة